يا صباح الفل، كل سنة وحضراتكم طيبين، وربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. طبعا الفيديو ده كده ساعة بدرية وعايزين نروق على الحمام، وهقول لكم على كام حاجة كده نعملها لما تكون الغزالة معاك رايقة كده ويكون يوم عيد وتكون عايز تروق على حمامك. تعمل له ايه الحاجة اللي تبسط الحمام؟ طبعا كل واحد بيجي في باله كده ساعات تبقى الدنيا مظبوطه معاه، عايز يعمل حاجه للحمام. طبعا كل واحد بيحب حاجه معينه، اول ما هو يتبسط يبقى عايز يبسطها معاه. يعني يمكن بالنسبه لنا الموضوع دوت وبالنسبه لناس تانية معينه. المهم انا هقول لكم برضو على الحاجات اللي هي بتفرق مع الحمام قوي وفعلا يعني بتبسطه، وده بيعود برضو على صحتها. رقم واحد، لو انا حبيت اروق الحمام، من اكتر الحاجات اللي بتظبط معاه ان انا احط للحمام ميه يستحمى زي ما انا عامل كده. طبعا انا لسه حاطط الميه قدامهم دلوقتي، هم لسه مش ملتفتين، طبعا الجو لسه بدري، فلسه برضو ما خدوش بالهم، لسه طبعا بيملحوا في الارض وكده. وبعدين الدنيا هتلاقوهم ابتدوا هم بقى يتجهوا ويزحموا على الميه. مش الميه دي انا بضيف عليها شويه خل عشان خاطر برضو الحشرات، وهم حتى لو شربوا منها برضو مفيدة ليهم. طيب الحمام ده برضو عملت له الحمام ده كله حطيت له تمليح. كل الحمام ده انا حطيت له تمليح. دي طبعا حاجة بتروق على الحمام، مش التمليح بس، اي حاجة تكون نقصانة في الكلفة مش بنعملها. وهقول لكم برضو على تكة تانية دلوقتي، زي مثلا يعني مثلا انا لما بحطش على الكلفة يعني فول مثلا، لو جيت عايز يعني اخلي الحمام يتبسط قوي وما بياكلش مثلا او حاجه، مش دايس في الاكل في فتره معينه، وحبيت ان هو يدوس شويه، ابتدي اديله الحاجه اللي انا دايما اللي ناقصه في الكلفه يبقى لها فتره. يعني حتى لو قمح مش بحطه ولا فتره، عايز اروق عليهم في مره اروح حاطط له قمح، اشوف الحمام هيعمل ايه. وبيفرق معاه، وبنلاقي الحمام بيقف ويرفرف ويعمل، وبيبقى باين عليه ان هو مبسوط يعني. فيعني ادينا في البومب والصواريخ احنا مش بنقصر فيه سواء كبار ولا صغيرين، فده نعتبر البومب والصواريخ بتاع العيد بتاع الحمام. المهم دي نقطة بالنسبة للمية والكلفة. مثلا عايزين نروق بزيادة، حبة عدس. ده طبعا العدس ده ناس كتير هتدخل تقول لي هو احنا بناكل احنا العدس، احنا لاقيين ناكله. مش مشكلة، اكلوا الحمام وبعدين كل الحمام نفسهم، يعني كده كده برضو رايح لبقنا احنا. دي حاجة. وفي حاجة تاني برضو زي ما انتم شايفين كده، الحمام ده اللي سايب مكانه هنا مثلا، ماشي، مكانه هنا. لو في امكانية، دي اكتر حاجة بقى بتفرق مع الحمام، لو في مساحة ان انا اسيب الحمام. يعني انا مثلا لو عندي عيون زي كده وفي اوضة مثلا او الدنيا مقفلة، ممكن ان انا افتح العيون دي، كل العيون اللي انا شايفها دي، يعني اروح مفتحها، افتح البيبان بتاعتها. انا طبعا مش مفتح عشان انا ده سطح والسطح مفتوح، وفي كل الحمام ده خفايف، فكل ده هيطير، يعني هيضرب بس بجناحه ضربة واحدة انا مش هشوفه تاني. فطبعا لازم ان انا اكون مأمن عليه قبل ما اسيبه. بس دي يعني الحريه بتفرق قوي مع الحمام. زي ما انا سايب شويه دول زي ما انتم شايفين بيطلعوا بيملحوا من بره. عايز اقول لكم لو مفيش حاجه في الارض هيملحوا من الحيطان نفسها. دي نقطه. زائد كمان ان لو ان يعني في ساعات حمام بيبقى محتاج يحرك جسمه من العيون، من التكتيفه بتاعت العيون، فبتفرق برضه معاه ان هو يحس بحريته، يعرف يفرد جناحه. ساعات تطلع حمام من جوه العين وتلاقي الحمام، يعني عايز اقول لكم يعني بصوا يفضل بجناحه يمكن في دقايق 5 دقايق يفضل زي ما يكون بيتمرن. ماشي، الكلام ده بيرفع من مناعة الحمام قوي. سيبكم من الهزار ان انا بقعد بقول ان احنا نروق عليه وبتاع الكلام ده كله،
بس في حاجة علمية اسمها الصحة النفسية للطائر، فاهم؟ تمام. فهو دي حاجة بتفرق أوي في المناعة، إن أنا كل فترة أحاول أعمل حاجة مش بعملها للحمام كتير، مش بسيبه، ما بقدرش أسيبه حتى لو هتعب معاه مثلا في عيون زي كده وهسيبه ومش هيلم لوحده. طبعا مش متعود إن هو يتساب، لو أنا بتكلم على أوضة وحاجة مش مشكلة إن أنا لو رجعت كل حاجة بإيديا بعد كده مش هتفرق، يعني يوم مثلا في الشهر، يوم في الأسبوع، يوم على حسب. شوية المية اللي شوية بخل دول ولا حاجة إن هما الحمام يستحمى فيهم، ده برضو نفس الكلام، معلش عند مش هتكلفني حاجة وهتفرق أوي برضو مع الحمام. بس ده كده النهاردة كان فيديو، وعايز أقول لكم يعني مش سببه الأول الحمام، بس سبب الفيديو النهاردة إن أنا أقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب مصر كلها بخير وفرحانة وبتعيد. وكده نبقى وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، واستنونا بإذن الله في فيديو جديد.